ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور محمود الشامي من عياده الشامي للاسنان. النهارده جايين لست الكل معانا وصفه سحريه لتبييض الاسنان. هنقول لك اول حاجه المكونات اللي عندنا. اول حاجه شويه طماطم موجودين معانا، نص ليمونه، شويه بيكربوناتو، شويه خل، معجون تبييض الفحم. هنعمل ايه بقى بالظبط؟ اول حاجه كده نلبس جوانتي طبعا عشان يبقى الدنيا كويسه. هنحط شويه طماطم، نحط عليهم شويه بيكربوناتو، وبعدين نحط عليهم يعني نص معلقه خل، وبعدين نحط عليهم نص معلقه معجون تبييض بالفحم، ونعصر عليهم حته ليمونه. ثم في الاخر ناخد الكلام ده كله ونقلبه كده مع بعضه، وناخده نرميه باسكت، لان مفيش حاجه اسمها كده خالص. طبعا يا ست الكل اللي احنا قلناه ده كله هزار، لان مفيش حاجه اسمها كده. دي مش وصفه لتبييض الاسنان، دي وصفه لطبخ الاسنان. طب ليه بقى وصفات تبييض الاسنان دي غلط؟ لان هي فعلا بتبيض الاسنان، بس عن طريق تاكل طبقه المينا. بتاكل لحضرتك طبقه المينا فبتسبب حساسيه الاسنان. تاني حاجه بتعمل التهابات شديده في اللثه وتهيجات في اللثه ونزيفها. طب اعمل ايه يا دكتور بقى عشان ابيض اسناني؟ حضرتك هتروح لطبيب الاسنان يعمل لحضرتك جلسه تنظيف وتلميع. لو لون سنانك مش عاجبك بيعمل لك تبييض اسنان، بس تبييض الاسنان ده مؤقت. لو عايز تعمله دايم بتعمل حاجه اسمها فينير، اللي هي عدسات التجميليه. كده انا خلصت ليك الفيديو بتاع النهارده. لو عندك اي استفسار تواصل عن طريق ارقامنا، ولو عايز تعرف اكتر اعمل فولو لينا.